سلام البنات والسلام حتى الامهات. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وهذا لا فيديو يلقاكم في احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا في نهار جديد. اليوم غادي نشارك معكم روتين كامل ديال الماكله ديالنا انا ووليداتي من الفطور حتى الغدا. بديت نهاري بهذا الفطور المتواضع البسيط والصحي. صحي حيت فيه البيض، نتوما كتعرفوا البيض فيه البروتين، فيه فيتامينات كثيره، وكيعطينا اختي حنا لينا حنا اختي، كيعطينا طاقه زوينه باش نبداو نهارنا بالنشاط والحيويه. نتوما عارفين تابعنا تماره وروينه، هذاك الشيء علاش كندير انا البيض في الفطور. يلا يعطينا الطاقه زوينه باش نوضو ندردكو على الدار. وتا من وليداتي حتى هما درت لهم اومليت. نتوما كيف ما دابا قلت لكم قبل، البيض مهم بزاف ليهم، النمو ديالهم. كنهضر مع الامهات بزاف، الاكثر الامهات الجدد بحالي، ماشي القدامات كنستافدوا منكم، الله يرحم بها الوالدين. كندوي على الجدد. كيساعد في النمو ديال المخ ديالهم، فيه فيتامينات زوينه وبزاف، بحال الفيتامين اللي كيعاون في النظر، بحال الفيتامين دي اللي كيقوي لهم العظام. ودرتو لهم خفيف بطريقه خفيفه باش يكون سهل عليهم في الماكله. انا كنشد الماء حتى كيطيب، بحال اللي غنصايب بيه اتاي، كيخرج السبوله ديالو ياك، وعاد كنخويه في المقله، وكنكب عليه هذاك البيض وكنطيبو مزيان. خصو يطيب مزيان، انا كندوي على الامهات الجدد بحالي، خص البيض يطيب مزيان، ما يتحطش ليهم هو باقي خضر، راه ما غاديش يكون ليهم منافع. من بعد كتحطيه في طبيسيل بحال هكا، يا كتزيدي عليه شويه الكمون من الفوق، يا شويه زيت العود. من بعد جيت نوجد معكم غدايا. اليوم اختاريت ندير في الغداء الكغطاه بالخضره والدجاج. بديت بخيزو، حكيته هو الاول، شحرته في شويه ديال الزيت، خليته كيطيب في شويه ديال الزيت، شويه الملحه، شويه البزار. وبالنسبه لوليداتي ديال الغدا ديالهم، درت لهم الخضره، بطاطا مقطع كتشوف كيف ما كتشوفوا، مع خيزو والقرعه، وزدت عليها الميرنه راني كنمشي كنشريها من السوق، كنجيبها كنغسلها مزيان، وكنحطها في الساشيت، كنقسمها في الساشيت وكنحطها في الفريغو. فيما كنبغي نوجد ليهم النهار اللي غندير لهم فيه الحوت، حيت انا ضروري مره في السيمانه الحوت، مره في السيمانه الدجاج، مره في السيمانه كيكون البيض مع الخضره. كنوع عليهم باش ما كيملوش، ومره كندير لهم الصوبه باش ما يملوش ليا، مره كندير لهم مع كيري كتبنن ليهم الخضره باش يقدروا ياكلوها. كيف ما شفتوا ما كنديرش الملحه في الماكله ديالهم، درت غير الماء، سلقت ديك الخضره في الماء، وهذيك الميرنه كيف ما كتعرفوا راه الحوت كيكون مالح بحال الدجاج، بحال البيض. وتم البطاطا كتكون بنينه، كتلقاوها مالحه وبنينه، يعني ما كاينلاش غندير ليهم هاد الملحه والزيت وشحال من حاجه اللي ما غتنفعهمش. اللهم من الاحسن ندير لهم هذيك الماكله اللي زعما غتنفعهم. ديما كنحاول ندير لهم ماكله فيها خضره متنوعه، حيت كل خضره فيها الفيتامين ديالها باش تعاونهم يكبروا بصحه مزيانه ويكون عندهم مناعه قويه. هذه هو الهدف ديالي. كيف ما كتشوفوا كنت غسلت الماعن، ومن بعد رجعت الماكله ديالهم هي دابا طابت. معست ليهم هذيك الخضيره اللي تسلقات، شديتها صفيتها معستها، نقيت الميرنه مزيان، حيدتها من الشوك، حطيتها لهم غير من الفوق. كناخذ لهم شويه من الميرنه بالمعلقه وشويه من الخضره وكنعطيها لهم، زدت عليها شويه ديال زيت العود. تاكدوا عافاكم ما تبقى حتى شي شوكه، انا راك عرفتي كنفلي داك الميرنه عاد كنحطها لهم. تاكدوا ما تبقى حتى شي شوكه. وزيت العود راه مزيان ليهم، هذاك النقيطه زيت العود راه مزيانه ليهم، كتلين ليهم البطن ديالهم. وانتم عارفين منافع زيت العود راه كثيره وبزاف. من بعد البنات دزت حيت خيزو، وفي نفس المقله درت القرعه كيف ما شفتوا في الاول ديال الفيديو. درت القرعه شحرتها بنفس الطريقه اللي درت في الخيزو. من بعد شديت الدجاج، شحرته بالبصله والثومه، شويه ديال السكنجبير، شويه كيكه ديال الخرقوم، وباش كتعطيه ديك البنه الثومه والبصله. من بعد زدتو لا كريم ودرت ليه الفرماج،
وخليته حتى تعلق. هنايا كنت ديجا سلقت البطاطا وخليتها رونديل كيف ما كتشوفوا. درت في المول شويه ديال لاكريم في الاول، حطيت عليه البطاطا، حطيت عليه خيزو اللي كنت شحرت، حطيت عليه القرعه. من بعد غنزيد هاد الدجاج حتى هوايا. غتشوفوني غادي ندير الفرماج النص والنص لا، حيت النص الاخر هذاك النص ديالي اللي فيه الفرماج، النص الاخر ديال جداتي ما كتاكلش الملوحه على لا طونسيون، نتوما عارفين الناس الكبار. وخيزو فيه الفيتامين، تا هو فيه فيتامين ا مزيان للنظر، فيتامين مزيان للنظر. فيه القرعه خفيفه على المعده، وفيه الدجاج هو فيه البروتين. هادشي علاش درت هاد الكغاتان صحي وخفيف بزاف وكيجيني ساهل وبنين. واخا كيبان لكم فيه بزاف ديال زعما الخدمه، بالعكس كيجي بنين والله الا كيجي غزال، ما فيهش بزاف ديال التماره. انا كيجيني هذا كيكون لي احسن من المرقه. وبنادم كل نهار طاجين المرقه هذا كتبغي تنوعي كيف ما كتشوفوا هكا كيجي الكغاتان. غنحطو فيه يتعلق مزيان بداك الفرماج في الفران. دزت هنا نصايب عصير بالحامض. اللي بغى يدير العسل كيدير مع العسل. انا درت الحامض ونقيته، حيدت منه هذاك القشره البيضاء باش ما يكونش مر، وحيدت منه حتى العظم ديالو. الحامض كيف ما كتعرفوا فيه فيتامين سي، اليوم انا شبعتكم فيتامينات. فيه فيتامين سي، واللي دار مع العسل راه هو مضاد طبيعي، زعما كيقوي المناعه مزيان. انا درت معاه سنيده، ما طاحتش عليه ديك الساعه ندير العسل، حتى دابا كنمونطي عاد تفكرت اللي بغى يدير مع العسل يدير مع العسل، راه كيجي غزال وكيجي بنين، حتى هو كيعطي طاقه زوينه. ومن بعد دزت وجدت ليا الكغاتان ديالي، دزت خرجتها من الفران. نتوما وقولوا لي واش هذه ما تستاهلش هذاك نحيد من المقله وندير حاجه اخرى، ونعاود عاوتاني نحيدها من المقله وندير حاجه اخرى. والله هي تستاهل. عرفتي راه غزاله وتعجبكم اكثر هي الناس اللي عنده الوليدات. بالعكس اللي عنده الوليدات تعجبهم اللي ما كياكلش ليه الخضره، واللي كتبقى ليه الخضره مثلا غتخسر، اللهم يدوزها بحال هكا في كغاطا، ما تمشيش تجيب الفلوس وفي الاخر تضيع هكاك. كنتمنى يعجبكم هاد لا فيديو. كان هذا هو نهاري دوزتو معاكم الصباح ديالي. الا عجبكم لا فيديو خليو ليا لايك، ما تنساونيش من لايك ومن ابوني باش ان شاء الله نوجدوا تشوفوا معايا المزيد من الوصفات السهله والصحيه ديالي ولوليداتي. ايوا هذا هو المنظر الاخير اللي كنبغيو نشوفوه في الاخر، هو هذا.